أهلا بيك. إزاي أتخلص من فكرة سلبية مسيطرة عليا؟ زي ما عرفنا من الفيديوهين اللي فاتوا إن الأفكار السلبية إحنا اللي بنسمح لها تستقر جوانا، وده معناه إن إحنا برضو اللي نقدر نوقدها ونتخلص منها مهما كبرت جوانا. طب نعمل كده إزاي؟ حضرتك محتاج تخصص وقت تقعد فيه مع نفسك وتبدأ تسألها الأسئلة اللي جاية دي وتكتب الإجابات في ورقة قدامك. أول سؤال: إيه هي الفكرة السلبية اللي مسيطرة عليك؟ تاني حاجة: هل الفكرة دي فكرة حقيقية ولا مجرد افتراض؟ وإيه اللي يثبت إنها فكرة حقيقية؟ تالت حاجة: إيه هي القناعة السلبية اللي جواك اللي بتدعم الفكرة دي؟ ورابع حاجة: هل القناعة السلبية دي مفيدة لحياتك ولا محتاج تتخلص منها؟ لو أخدت قرار إنك تتخلص من قناعة سلبية جواك بتجذب لك الأفكار السلبية وتخليها تسيطر عليك، اتواصل معايا فوراً علشان أساعدك تكسرها وتستبدلها بقناعة إيجابية تدعم حياتك. أخيراً، كونوا دائماً معافين. أشكركم.